كل فترة كده بحب اغير الحاجات اللي على الرخامة كلها. ده بيديني تجديد شوية وبحس بملل اقل يعني وانا واقفة بطبخ، يعني تغيير في الروتين. فقلت اغير بقى المرة دي بحاجة مختلفة واصور يمكن تاخدوا افكار وتستفادوا من الفيديو. اولا هشيل كل حاجة بقى من على الرخامة دي. منظم المعالق اللي بتحط في الدرج بس مش مناسب مع الدرج بتاع المطبخ عندي، فقلت استغله في حاجة تانية. دولت ده برطمان، شلت الغطا بتاعه كان عليه ستيكر من برا شلته، وقلت اشيله عندي يمكن استخدمه في حاجة وهو جه وقته. عملتهم كده، واحدة حطيت فيها الزرع الاخضر ده، والتانية حطيت فيها بقى الطقم الاسباتولا والتوزيع والحاجات دي، وده كان جزء من طقم توابل عندي. قلت برضو احطه كده فوق بعضه عشان ما ياخدش مساحة، انا عايزة اقلل كمية الحاجات اللي على الرخامة على قد ما اقدر كنوع من انواع التغيير برضو. فدول كانوا مناسبين جدا ماشيين مع البرطمانات اللي انا حطاها، وشفافين باين اللي جوه وفوق بعض مش هياخدوا مساحة خالص. ده الزيت والخل طبعا زي ما هما مش واخدين مساحة وشكلهم لذيذ. قلت بقى عايزة انقل مكان الطقم الشاي ده خالص، اغير مكان احطه هنا في المكان ده، واخلي مكان ما بغسل المواعين جوه يبقى بحيث ما يعملش كركبة. فشوفوا بقى بعد ما نقلت المكان حاسه ان هنا الزحمه قلت خالص، كان انا شكلها عجبني الصراحه. انتوا قولولي لو شكلها حلو في الكومنتات او اللي قبل كان احلى، يعني ادوني رايكم برضه. حطيت هنا بقى طقم الشاي الكاتل والشاي والسكر والحاجات دي. هنا في فيشه فمكانهم كويس ومش واخدين مساحه. وهقول لكم ليه بقى انا اخترت المكان ده، علشان حاطه فوقيهم الضلفه اللي فيها الكوبايات والصينيه التقديم والفناجين والحاجات دي كلها، فهم كده مع بعض في مكان واحد كده، يعني اللي يعمل شاي ما يتحركش كتير في المطبخ. قولولي بقى رأيكم، النظام ده كده كويس ولا قبل كان احلى؟ اكتبولي في الكومنتات رأيكم كده. شكل الرخامة حاساه بقى مرتب شوية وقللت الحاجات اللي على الرخامة فاداني مساحة اكتر. هستنى رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم ما تنسوش لايك.